السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتكم وصفات ام لينا. اليوم جيتكم بشربة رمضان، شربة فريك جبت لكم على طريقتي. وصفة تجي بزاف بنينه. تبعوا برك الطريقه هذه وصدقوني حتعجبكم بزاف بزاف. في 5 دقائق رايحه تتعلمي اروع وابن شربة تاع الفريك. حضرتها لكم في لاكوكوت مينيت، راح نمد لكم الطريقه كيف تستعملوها واحسن نوعيه. بالنسبه لاكوكوت مينيت درت انا بهذه من لا مارك بيكن بروفيل. هي فرنسية الصنع. تجي فيها 2 كوكوطات. فيها كسكس، هذا اللي تفوروا فيه ديروا غير كيس ماء وحطوا الخضرة تاعكم وحطوا الغيطة وسكروا 5 دقائق تفور لكم الخضرة. تقدروا تستعملوها في الأولى أو في الثانية. الأولى فيها 4 لتر والثانية فيها 7 لتر. نخلي لكم الرابط في أول تعليق. اللي تحب تشري راه عندهم توصيل ل 58 ولاية. فيها جواء إضافي وفيها هذو كهدية طابلي وزوج مغارف تاع الحطب. هنا بالنسبة للوصفة ديروا قطع اللحم أو الدجاج أو وش متوفر عندكم على حسب الكمية أو على حسب الإمكانيات. درت عليها بصلة متوسطة رحيتها في الروبو، وحبة طماطم متوسطة رحيتها ثاني في الروبو. درت مغرفة ملح، وعندي التوابل المغنوية الحاج الزهري. درت من عندهم توابل، هاوليكم الأرقام تاعهم. درت هنا شويه فلفل اسود، وهذا التوابل تاع الشوربه فريك يعني بزاف بنين. زادوا واحده البنه روعه لهذه الفريك تاعي. درت حوالي نص مغرفه كزبر، ودرت فيها ثاني شويه برك فلفل حار اللي تحب الحار، ومغرفه فلفل احمر عكري. بالنسبه للزيت على حسب اذا درتو لحم او دجاج. انا درت هنايا 4 مغارف نتاع الزيت، تقدروا ديروا اكثر من حتى 5-6 مغارف. خلت هذا المكونات بارد في بارد. بعدها درت عليهم هنايا شويه كزبر والفلفل الحار. هذه الاضافات يعني اختياريه. الكزبر راه لازم نحطوها هنا فوق النار ونخلوها تتقلى على نار متوسطه. بالنسبه للبنه تاع شوربه الفريك هي في التقليه لازم تنقصوا لها النار وتخلوها تتقلى مليح مليح. من الاحسن يعني حضروها من قبل وخلوها تتقلى على نار قليله. ضفت نص مغرفه صغيره نتاع الثوم ونص مغرفه معجون طماطم. الثوم اللي تحب ديروا، اللي ما تحب ما ديروش، يعني اختياري، كل منطقه وكيفاه يديروا. هنا ديروا حوالي كاس ماء برك. بعد ما تقلات مليح مليح درت حوالي كاس ماء وخلوها تغلي. هنا هذا هو السر تاع البنه نتاعها. بعد ما تغلي هنا حوالي 5 دقائق مرقوا عادي. ضيفوا الكميه تاع الماء حتى هنا ما تفوتوش الماكسيموم في هذه الكوكوطه، في سواء هذه او الثانيه. بالنسبه هنايا الغطاء هذا هكذا تسكروا، وهنايا تسكروا عليها وخلوها تطيب حوالي 10 دقائق. راهي الكوكوط ميني صاهي ما تطولش في الطيب. هنا عندي الفريك من التوابل المغنويه. غسلته ودرت كيس، غسلته وخليته ينشف. شوفوا هنا كي تكون تصفر. هنا بعد ما تصفر وتطيب 10 دقائق حلوا عليها تتنفس كامل، وبعدها باه تحلوا الغطاء، يعني ما تحلوش مباشره. هنايا حطيت هذاك الفريك فرغوه في هذيك لاصوص اللي حضرتوها من قبل، وعاودوا سكروا عليها. زيدوا عاودوا سكروا عليها حوالي 10 دقائق. يعني الفريك تقدروا ديروه في البدايه كامل كي تسكروا عليها المره الاولى، ولكن هكذا تجي نتيجه احسن وتجي الشوربه تاعكم ابن. شوفوا يعني راه كلش طاب. هذه لاكوكوط يعني ما تطولش كامل في الطيب. ننصحكم كامل تدخلوا لاباج تاعهم، نخليها لكم في اول تعليق. وتواصلوا معاهم، عندهم كما قلت لكم توصيل 58 ولايه. درت لها شويه كزبر، شويه نعناع مجفف. تقدروا ديروا النعناع الاخضر اختياري. ودرت لها الفلفل. بعد ما نحيت لها هذوك اللي طابوا، هذاك الفلفل والكزبر هذوك اللي طابوا معاها. شوفوا النتيجة اللي تحصلنا عليها. صدقوني بزاف بزاف بنينة هذا الشوربة. ننصحكم كامل تجربوها على طريقة أم لينا، وبإذن الله كامل راح تعجبكم. هنا نقدم معاكم شوية يعني باه تشوفوها. اللي حابة وصفات بزاف متنوعة تدخل لقناتي تلقى إن شاء الله بزاف وصفات. وبالنسبة للحلويات عندي القناة الثانية الخاصة بالحلويات اسمها حلويات البريجية. هنا زينتها بشويه كزبر اخضر وشويه نعناع مجفف. تحبوا ديروا النعناع الاخضر عادي. وهاي لكم النتيجه. صدقوني جات بزاف بنينه. ننصحكم كامل تجربوها، ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه. نشكركم كامل ونتلاقاو في وصفات جديده ان شاء الله.